السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نحضر مع بعض طاجن بطاطس تحفه، طعمه حلو قوي قوي. مش هنعمله بقى بالكفته ولا بالفراخ ولا بالحاجات دي خالص. هنعمله مع بعض كده بالصدق. طاجن ينفع من الاكلات الصيفيه، حلو قوي وسهل ومش هتقفي في المطبخ 10 دقايق هتكوني جهزتيه وتدخلي الفرن. بيطلع بقى قد ايه طعمه تحفه، بطاطس دايبه والصدق كمان بيبقى طعمه حلو قوي. هنتبلها كده بشويه بهارات بسيطه خالص، بس بجد بتفرق معانا قوي في الطعم. شايفين بقى شكلها حلو ازاي وطعمها بجد حكايه. طبعا تاكليه بقى بالعيش، البطاطس تاكليها بالعيش او تاكليها بالرز بشعريه، ايه اللي تفضليه. بس بجد جربوا طريقتي في طاجن البطاطس دي، متاكده هتعجبكم. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف طريقتنا النهارده هتبقى ازاي. احنا هنعمل النهارده كله ني في ني كده، يعني انا جبت شويه طماطم، هحط عليهم كده شويه من التوم، كام فص كده من التوم، وعليهم ببصلايه واحده بس كده كبيره. ولا هنخرط بقى البصل لوحده ولا حاجه من دي خالص. وهحط عليهم بقى، هتبلهم بشويه من الفلفل الاسود، وطبعا ملح، وكمان توم بودره، وده بهار فراخ، وبصل بودره. لا ده مش بهار فراخ معلش، ده بهار لحمه. وبصل بودره وتوم بودره، وكمان ممكن تحطي كمان بابريكا، بتبقى حلوه قوي. البابريكا المدخنه بتبقى تحفه يعني. عندي بقى بطاطس قطعتها بالسمك اللي انتوا شايفينه كده، سمك متوسط يعني، مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي. وعندي بقى اي كميه صدق موجوده عندك اشتغلي بيها طبعا، اللي تناسبك اعمليه. انا ده حوالي ربع كيلو بس من الصدق. تمام كده. هحطهم بقى كده في الطاجن، يعني هوزعهم في كل الطاجن. تمام كده. وبعدين بقى هننزل البصل بقى والثوم والطماطم وكل الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها مع بعض دي. ولا بقى تخرطي بصل ولا تخرطي ولا تدقي الثوم لوحده، الطريقه بتاعت زمان اكيد طبعا حلوه، بس دي طريقه سهله خالص وبرده بتدينا نفس النتيجه في الاخر. تمام كده. حطيت بقى كل الحاجات اللي احنا ضربناها مع بعض في الخلاط. وبعدين بقى عندي شويه من الفلفل المتقطع كده اخضر، فلفل الوان، اي حاجه موجوده عندك، بس هو عشان الطاجن احنا عاملينه بالصدق فهنحط معاه كده شويه من الفلفل الاخضر، بيبقى طعمه حلو قوي. وعندي بقى كده كام شريحه من الطماطم مقطعهم كده سمك كويس، يعني مش رفيع قوي عشان ما تبش معانا كده جوه الطاجن، ومش تخينه قوي برضو. بصوا سهل خالص، ولا بقى حمرنا الصدق ولا خدنا البطاطس تحميره ولا بتبقى تقيله اصلا في الحر، الكلام ده بيبقى تقيل قوي في الحر، فاحنا عملناها كده على طول ني في ني، تدخل الفرن تطلع حلوه قوي. تمام كده. كمان ممكن تحطي على عصير الطماطم، انا دايما بعملها كده بس انا كانش عندي المره دي بجد، معلقه صلصه طماطم بتبقى حلوه قوي برضو، تديها مزازه كده حلوه للصلصه بتاعه الطاجن بتاعنا. تمام كده. بصي بقى كل الطماطم اللي انت عايزاها، مش عايزه طبعا تحطي طماطم براحتك خالص، بس هي بيبقى طعمها حلو. تمام كده. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش عندي يا ريت تشتركي وتنوريني كده باشتراكك الجميل. وبعدين بقى ممكن تحطي اي حاجه، بس بما ان الطاجن بتاعنا ني في ني كده وعايزينه يبقى خفيف، فانا حطيت زيت. ممكن تحطي سمنه طبعا لو تحبيها، يعني براحتك خالص. ده شكل الطاجن بتاعنا كده، شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ قبل ما ندخله الفرن شكله تحفه بجد. تمام كده. هندخله بقى الفرن كده يقعد معانا شويه لحد ما يستوي، طبعا على اول درجه في الفرن من تحت، بيطلع تحفه طعمه حلو قوي. بس انا عايزه اقول لكم كمان زودوا معلقه بابريكا مدخنه لان بتفرق قوي في الطعم. انا هنا حطيت بس نسيت اصورها. ومعلقه الصلصه لو موجوده، لان الطماطم الموجوده كلها دلوقتي لونها مش حلو خالص، بس انا ما كانش موجوده عندي بقى، فالحمد لله برضو طلعت حلو. زي ما قلت لك بقى، تاكليها مع رز، تاكليها مع عيش، ايه اللي انت عايزاه. بس بما انك يعني لو في مصيف ولا حاجه تعمليها كده على طول في صينيه، وممكن ما تدخليهاش الفرن ولا حاجه. هتطلع معاكي بقى البطاطس زبده كده، والصدق طعمه بيبقى حلو قوي، بينزل طعمه الحلو كمان في الصلصه. الاكله بجد كلها بتبقى حلوه قوي. اتمنى تجربوها، والله متاكده هتعجبكم. اكله سهله وسريعه وما وقفناش خالص في المطبخ. وبس كده، شكرا ليك.